السلام عليكم ورحمه الله. الوصفه ديال اليوم وهي كنتاكي ديال الدجاج، ولكن يعني بصدر تاع الدجاج، كنتاكي اللي هو منزلي. الدجاج مقرمش صراحه كيجي لذيذ بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. بالنسبه هنا للصدر، فكناخذ الصدر تاع الدجاج، يعني ملي كنجيبو الدجاج وكنقطعوه، فانا بالنسبه للصدر كنحتفظ به، كندير به يعني دائما في الصيف كندير به هاد الطريقه. كناخذ كيكون هو مكونجلي الصدر، كناخذو باش كيجيني ساهل في التقطاع ديالو، كيجي شرائح اللي هي رقيقه، خصو يجي رقيق. هانتوما شفتوا الرق ديالو كيفاش كيجي. المهم بالنسبه للخلطه اللي غادي نرقدوا فيها هاد الدجاج، عندنا بيضه وحده، غندير بيضه وحده، غنزيد عليها واحد نص كاس ديال الحليب سائل. بالنسبه للحليب بدرجه حراره الغرفه، يعني ما سخون ما دافي ما والو، حليب عادي، نص كاس ديال الحليب. هنا غادي نديرو اما غديروا الخل او لا، يعني الخل الابيض، او لا غديروا العصير ديال الحامض، او لا هاد الخل ديال الحامض اللي كنديروه في لي سالاد. فهنا درت 2 معالق كبارين ديال العصير يعني الخل ديال الحامض. كيف ما قلت لكم، يمكن تعوضوه بالخل الابيض او لا تعوضوه بالعصير ديال الحامض. غنخلط هاد المكونات مزيان وغنضيف باقي المكونات. غنزيد الملح، بالنسبه للملح على حسب الذوق، القياس يعني كله والقياس ديالو في الملحه. غندوزو العطريه ان شاء الله. هنا غنزيد تحميره، عندي الخرقوم بلدي، السكينجبير، عندنا الابزار. هنا بالنسبه للعطريه كنديرو غير شويه شويه، عينكم ميزانكم. فكيف ما شفتوا انا ما كنعمرش المعلقه، تقريبا نص معلقه. فهنا درت نص معلقه ديال سكينجبير. هنا راه غير راس معلقه ديال الابزار، كتعرفوا البزار شويه حار. هنا القياس ديال التحميره اللي كثرت فيها شويه، تقريبا درت واحد 2 معالق ديال التحميره. الخرقوم بلدي غنديرو تقريبا معلقه ديال الخرقوم بلدي. عندي ضمات ديال الثومه، اللي عنده ثومه بودر يستعملها، اللي ما عندوش ثومه بودر عنده يعني ثومه عاديه اللي كنديرو فيحك 2 دروس ديال الثوم ولا 3 دروس ديال الثومه. الا كانوا صغار، الا كانوا كبار غديروا 2 دروس ديال الثومه. فانا هنا غادي ندير 2 ضمات ديال الثومه. ويعني واللي عنده ديك الثومه اللي مسمده، هي جافه وكتكون مسمده، كيكون افضل، كتكون احسن. كنتمنى صراحه انكم تجربوا هذه الطريقه، لانها كتجي لذيذه بزاف، كتعجب الوليدات. ما فيها بس مره مره نديروا لهم شي حاجه، شي شهيوه اللي تكون اللي كتعجب الوليدات. علاش لا؟ الصيف هذا نبرعوا وليداتنا شويه نتهلاو فيهم. غنزيد زيت الزيتون اولا زيت العود. غندير تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال زيت العود. اللي ما عنده زيت العود ما يمكن ليه يعوضو بزيت نباتيه. هنا بالنسبه للزعتر، فغادي ندير واحد الكميه ديال الزعتر. بالنسبه للزعتر حاولوا انكم يعني ملي تجيبوا الزعتر خذوه بكميه، نقوا ليه العويدات، حيدوا منه الحجر، غربلوه من داك التراب وديروه في بواطه ولا في قرعه. كيكون احسن انكم صراحه كناخذو كيف كنشري كنديرو في البواطه، يعني ما كنقي ما والو. حتى كنبغي نستعملو اللي كنقيه، فهنا شد ليا شويه ديال الوقت. فمن الاحسن انكم تجيبوا الزعتر تنقوه، تحيدوا العويدات، تغربلوه من داك التراب وتحتفظوا به في قريعه ديال الزاج اولا في بواطه. ملي تبغوه كتلقاوه يعني منقي واجد، غير تهزوه غتستعملوه.
صافي هنا درت كيف ما قلت لكم كميه ديال الزعتر. غادي نحرك هاد لا ماريناد اولا هاد الخلطه اللي غادي ترقد فيها الدجاج. صافي كنحاول انني نمزج هذوك المكونات. صافي هنا غنجيب الدجاج غادي نرقدو في هاد الخلطه، وغادي غادي نرقدو في هاد الخلطه مزيان حتى ينسجم. غادي نسد عليه البواطه وغادي نخليه مده واحد الساعه ولا ساعتين ولا ساعتين. الا كان عندك الا كان بامكانكم انكم تصاوبوا هذه الوصفه في الليل وتبيتوا هاد الدجاج مرقد فيها ليله كامله كان افضل، كان حسن. ما ما عندك ما تقدروش ترقدوه في الليل، فحتى للصباح غادي تصاوبوا هاد الخلطه وترقدوه. عطوه الوقت ديالو ساعتين 3 سوايع. هو قد ما ترقد هاد الدجاج قد ما كيجي بنين في هاد الخلطه. فانا هنا تقريبا درتو خليته واحد ساعتين، خليته غير ساعتين مرقد. صافي غادي تحركوا باش تنسجم مع هذيك الخلطه مزيان وهذوك الشرائح ديال الصدر ديال الدجاج. هنا راه كيف ما يمكن لكم راه تقدروا ديروا حتى الفخيضات، ديروا جنيوحات. هنا كيبقى لكم الاختيار. انا كنفضل هكا كيجيني شرائح، كيجي زوين وكيجي مقرمش صراحه. ودغيا ملي كيتقليه ما كيشدلكش واحد الوقت اللي هو يا كتير، دغيا كيتقلى. وهاد المقرمش ديال الدجاج ما فيهاش واحد التعقيدات كثيره. نديروا الشابلور، نديروا البيض، نديروا خلطه وحده، والخلطه الثانيه غادي تكون غير غنوجدوها بالدقيق، هي اللي غنفندوا فيها هاد الدجاج. هنا بالنسبه للخلطه الثانيه اللي غنديروا عندنا قياس ديال الدقيق. هنا تقريبا درت واحد 2 كيسان كبارين ديال الدقيق، من كاس ديال العنبه درت 2 كيسان ديال الدقيق. غادي ندير قياس ديال الملحه، غندير خميره ديال الحلويات تقريبا نص خماره، تقريبا 4 غرام ديال خميره الحلويات اولا بيكن باودر. غنديروا شويه ديال السكينجبير وشويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار. الا عندكم الثومه بودر حتى هي ديروها في هذه الخلطه. صراحه كتجي لذيذه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها لانها تقريبا كل مره في 15 يوم كنديرها ليهم، كتعجبهم بزاف. صافي هنا غادي نخلط هاد الخلطه ديال الدقيق حتى تنسجم مع هاد العطريه اللي درنا فيها. وكيف ما قلت لكم ما تنساوش الثومه بودر حتى يضيفوها في هاد الخلطه ديال الدقيق، لان هي اللي غنفندوا فيها الدجاج. المهم هنا مشى ليا المقطع ديال انني فاش كنت كنفند كناخذ من الخلطه وكنفند في الدقيق وكنقلي في الزيت. مشى ليا المقطع كامل، كنعتذر. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج بالصحه والراحه. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وتجربوها، علاش لا. شكرا لكل من كيدعم فضاء كنزه طبخ وابداع اسباس كنزه. شكرا على التشجيع ديالكم.